العرب ووضعهم والمتاجرة دائما أنه نحن الأكراد ليسوا ممثلين. يا سيدي ممثلين. شهيد رمز الشهداء الأكراد الذي قتله النظام السوري بكل وحشية مشعل تمو، واغتاله على يد قوات تتبع للبكيكي في مشعل تمو. أخوه عبد العزيز تمو كان حاضر في مؤتمر الحوار الوطني. يعني عبد العزيز تمو ألا يمثل يعني الأكراد؟ تمو، نقول بأنك قادم، يعني أنت من المكون الكردي. أنا مواطن سوري. إذن أنت تقول بأنك سوري. مواطن سوري من محافظة الحسكة التي لا زالت غصة في قلبي، لأن محافظتي وأرضي وقريتي لا زالت محتلة وليست محررة. تطلعاتك لليوم؟ تطلعاتي إنه يوم عظيم. لما شفت لائحة المدعوين مذكور ضمن عبد العزيز التمو ورديف مصطفى، أنا كنت بعرف أنه سيصار إلى التسويق أنه هؤلاء يمثلون الشعب الكردي. طبعا لا يمثلون الشعب الكردي قولا واحدا. لا يمثل عبد العزيز تمو، لا يمثل عائلة التمو. أيضا بيجي حسن الدغيم يقول وهو اللي بيتاجر بدم مشعل التمو. على فكرة أستاذ حسن الدغيم الموجه المعنوي والداعية على لجماعة العمشات والحمزات والشطحات والبطحات، يعني عبد العزيز التمو ومشعل التمو، يعني على حياة مشعل التمو ما كانوا بيحكوا مع بعض. يعني كان هنالك قطيعة في هذا الخصوص. وبإمكانك أن تسأل أبناء الشهيد الراحل مشعل التمو في هذا الإطار. عبد العزيز التمو لا يمثل حتى عائلة التمو أبدا، فما بالك يعني يمثل الكرد. يعني أنت جايب لي واحد تابع للمخابرات التركية وهو موفد ومفروض عليك من المخابرات التركية عبد العزيز التمو، وبتعمله ممثل للشعب الكردي لأنه هو شقيق الشهيد الراحل مشعل التمو. هذا كلام يعني يثير الضحك. مش بس هيك، يعني شو اسمه المحامي المخضرم والمهذرج رديف مصطفى. أنا ذكرت في فيديوهات سابقة أنه أنا قرأت نص تفاصيل أو أقوال دعوة، من ضمنها أقوال رديف مصطفى، وكان معتقل على خلفية تلك الدعوة. هذا الكلام في 2007 2008 مطلع 2008. ورديف يعترف بعلاقته مع الأمن وأنه يزود الأمن بتقارير. طبعا المفارس الأمنية في منطقة كوباني. بعد نشري لذلك الفيديو أتتني اتصالات من قيادات تيار المستقبل، حزب الراحل مشعل التمو، وأعطوني معلومة خطيرة، أنه مشعل في آخر اعتقال له خرج من بيت رديف مصطفى، خرج من بيت رديف مصطفى وجرى اعتقاله على جسر قرقوزاق أو في تلك المنطقة. وخرج في وقت متأخر من منزل رديف مصطفى، وكان هنالك كمين منصوب له واعتقل. هذه المعلومة وصلتني من أحد قيادات تيار المستقبل، الحزب الذي كان يرأسه مشعل التمو. يعني الاثنين، رديف مصطفى متورط طبقا لهذه المعلومة في الوشاية واعتقال مشعل التمو، هذا واحد. وعبد العزيز التمو قولا واحدا يعني دون نقاش هو منبوذ من عائلة التمو ومرفوض من الكرد ومن الحركة السياسية الكردية، وعامل لي كم يعني جامع لي حواليه كم شخص من ضمنهم رديف مصطفى،
ويعني بتمويل من المخابرات التركية، ومفروض عليكم من المخابرات التركية، وأنتم مجبورين يعني تقبلوا أزلام النظام التركي، سواء كانوا تركمان أو عرب أو حتى أكراد يعني. فهو لا يرى نفسه ممثلا للكرد. أنت بدك تعمله ممثل للكرد مشان تمرر هاي السخافات، المؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري والدستور. شيء غريب ومقرف، مقرف يعني. شوفوا يا جماعة، يعني المرحلة الانتقالية بعد سقوط صدام حسين، وبإمكان الناس ترجع يعني للوثائق الدستورية التي صدرت بعد سقوط نظام صدام حسين، مجلس الحكم الانتقالي، حتى استقر العراق على رئيس حكومة ورئيس دولة. المرحلة الانتقالية في دولة مثل العراق أكبر من سوريا جغرافيا، أكبر من سوريا من حيث عدد السكان والكثافة السكانية. المرحلة الانتقالية كانت 3 سنوات، من 2003 ل 2006، حتى استقر العراق على حكومة نوري المالكي. ومن تلك الفترة وحتى الآن صار يعني بحكم العرف، يعني رئيس العراق مسلم لكنه كردي، جلال الطالباني، فؤاد معصوم، والآن آخر رئيس للعراق أيضا كردي يعني. لكن صلاحيات الرئيس الدولة صلاحيات شكلية، الأساس والصلاحيات التنفيذية هي لرئيس الحكومة، لأنه العراق دولة برلمانية اتحادية. فهنالك الكثير من التفاصيل على زمن عبد الكريم قاسم، على زمن صدام حسين، على زمن أحمد حسن البكر، على زمن عبد السلام عارف. بإمكانكم أن تستفيدوا من الجوانب الإيجابية لنظام البعث في العراق، مش من الجوانب السلبية، القتل والإبادات، لأنه نظام البعث فشل في الإبادات اللي سواها بحق الكرد، ولم ينجح في لي ذراع الكرد. والكرد يعني في تلك المراحل ووصول إلى التفاهمات مع نظام صدام حسين أحمد حسن البكر في عام 1970، وحتى بعد إعلان الحكم الذاتي بشكل رسمي 74، الكرد لم يلقوا أسلحتهم. حتى الآن هم أيضا جزء من الجيش العراقي، ولكن لم يلقوا أسلحتهم. هم جزء من الجيش العراقي بوصفهم بيشمركة، وهنالك وزارة خاصة في حكومة الإقليم هي وزارة البيشمركة. هذه جزء من حقوق الكرد، مش كل حقوقهم. فإذا الأكراد قالوا لكم بدنا حكم ذاتي أو فيدرالي، فهم قد تنازلوا عن جزء من حقوقهم القومية لصالح الوطني السوري. فما لا تستنكروا على الكرد حقوقهم، لئلا تكونوا يعني عاقبتكم كعاقبة صدام حسين. يعني صدام حسين على الصعيد الدستوري، على الصعيد القانوني، إن وضعوني بين ترجيح أيهما تختار، أحمد الشرع ولا صدام حسين، الدستور يقول أنا يعني أرجح من يعترف بالكرد ومن يعترف بحقوق الكرد. الدستور والوثائق تقول أن نظام صدام حسين صحيح أباد الكرد وقتلهم، لكنه اعترف بهم في الدستور، ولم يستطع أن ينقلب على دستور عبد الكريم قاسم أبدا، لم يستطع. لأنه الآن يعني هم السوريين أو الموجودين في الحكم، المكون الأموي والطائفة الأموية التي تحكم سوريا حاليا، الأمويون الجدد، على ماذا يستندون؟ على
كل هذا الكم من الإنكار والإقصاء الذي مورس في حق الكرد بنص دستوري وفق الدساتير البعثية من 63، وحتى الإعلان الدستوري الأخير الذي وقع عليه أحمد الشرع. أحمد الشرع لما كان بيقرأ هذا الإعلان ويوقع عليه نسي التصريح الذي أدلاه بمعية الصديق عمر شيخ إبراهيم عندما قال لن يظلم الكرد، وما عاد يعني أو انتهى عهد ظلم الكرد، وهو وقع على إعلان دستوري ظلم الكرد وظلم السوريين جميعا. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر، ودمتم